ازيكم؟ يلا بينا بسرعه نحضر بسبوسه هتكون طعمها حلو جدا ولونها كمان كده حلو زي ما انتم شايفين، شبه جدا البسبوسه احنا بنشتريها جاهزه من بره. تعالوا بسرعه نبدا في المقادير. اول حاجه هنجهزها 3/4 كوبايه من السكر وربع كوبايه من الميه، هنسيبهم على نار هاديه لحد ما السكر يتكرمل معانا ويدينا نفس اللون اللي انتم شايفينه دوت. وهنضيف كوبايه الا ربع من الزبده او كوبايه الا ربع من السمنه، ويكون الزبده او السمنه يكون نوعهم حلو عشان يدينا طعم حلو في البسبوسه. وهنضيف كوبايه الا ربع كمان من اللبن. في الاول كده هيفور، بعد كده الدنيا كلها تهدى ويرجع لشكلها الطبيعي. وهنجيب معلقتين كبار من القشطه اللي هي البلدي او القشطه المعلبات، اي حاجه. القشطه يا جماعه بتنقلها كده في حته تانية خالص. وهنحضر 3 كوبايات من دقيق البسبوسه، ونضيف عليه معلقه صغيره من البيكنج باودر ومعلقتين كبار من الجوز الهند. بعد كده نسيب الخليط الكراميل يهدى ونضيفه على البسبوسه نقلبه. عايزين بس نقلبه، مش عايزين نقلبه كتير عشان الجلوتين ما يتفاعلش معاه والبسبوسه تنشف مننا. بعد كده بقى نجيب صينيه ندهنها زبده كويس جدا، هننزل بالخليط واي نوع مكسرات عندنا